الإنسان طول عمره في حالة بحث، بيجري بيتسائل بيتخبط، بس في لحظة معينة بيقف ويسأل: أنا مين؟ بيت منين؟ رايح على فين؟ إيه معنى كل ده؟ الدكتور مصطفى محمود في كتابه السر الأعظم بيجاوب على الأسئلة دي من منظور مختلف، منظور صوفي فلسفي، لكنه كمان بيحاول يقرب المعنى للي عايشين وسط الزحمة اليومية بتاعت الحياة. الكتاب رحلة من العقل للقلب، ومن المادي للغيب، ومن الشك للمعنى. المحور الأول: السعي الوجودي والبحث عن الحقيقة. الدكتور مصطفى بيقول مش ممكن يبقى إنسان بجد اللي موقفش يوم يسأل نفسه: إيه القصة كلها؟ إيه اللي بعد الموت؟ اللي يعيش حياته كلها أكل وشرب وزواج وشغل من غير ما يفكر في الأسئلة دي، كأنه رسم صورة مشوهة لنفسه. تخيل كده واحد قاعد طول اليوم على الموبايل، شايل هم الترند واللايكات، لكن عمره ما واقف لحظة يسأل نفسه: هو أنا هنا ليه أصلاً؟ الدنيا بالنسبة له هتبقى زي لعبة فيديو من غير سيناريو، تلعب وتخسر وتكسب وفي الآخر تقفل الجهاز خلاص. لكن الفطرة النقية بتصرخ جوه الإنسان، زي البدوي اللي شاف آثار جمل وقال: أكيد في جمل عدى من هنا. لما شاف السماء والنجوم والبحار قال: أكيد في خالق حكيم ورا كل ده. إذن السر الأعظم مش رفاهية فلسفية، ده سؤال وجودي لازم يطرق باب كل واحد فينا. المحور الثاني: العلاقة بين الحق والخلق، الواحد والكثرة. مصطفى محمود بينقلك بعد كده لمرحلة أعمق: علاقة الواحد بالكثرة. الواحد هو الله، والكثرة هي الكون كله. كل شيء في الدنيا ما هو إلا تجليات لأسماء الله وصفاته. يعني إيه؟ لما تشوف الرحمة في أو الجمال في وردة، أو القوة في جبل، أو العلم في مكتشف، كل ده انعكاسات من الأسماء الإلهية. زي ما الشمس بتتجلى في القمر وتنور من غير ما الشمس تنزل جوه القمر. هنا الفرق بين الفكرة الإسلامية والتصورات الهندية اللي بتقول الإله حال في الكون. لأ، إحنا بنقول الكون مجرد مراية، مش أصل النور. حتى حياتنا اليومية مليانة أمثلة. لما تلاقي نفسك محتاج رزق، بتدور على شغل، بس مين اللي خلق القابلية للشغل والرزق اللي جاي من أبواب ما حسبتهاش؟ ده معناه إن الواحد الله موجود في كل تفاصيل الكثرة اللي حوالينا، لكن مش متحد بيها، بل هو مصدرها. المحور الثالث: فلسفة الأسماء والصفات الإلهية. هنا الدكتور مصطفى بيستعين بابن عربي والغزالي. ابن عربي بيقول: الله مش بيظهر على حقيقته مباشرة، لكن من وراء قناع المظاهر. يعني لما تشوف الطبيعة أو تشوف إنسان، ده مش الله، لكن فيه إشارة لله. فكر فيها زي شاشة موبايلك، انت مش شايف الكهرباء نفسها، لكن شايف النور اللي بيوصل من خلالها. كده الكون كله رموز بتدل على الحقيقة الأكبر. ولذلك لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ابن عربي بيشوفها بمعنى نستعين بيك يا رب علشان نعرف نعبدك، لأن حتى العبادة محتاجة مدد منه. وده درس عملي قوي. اوعى تفتكر ان نجاحك من نفسك او صبرك من نفسك، كل ده مدد إلهي. انت مجرد مستعير صفات من صفاته. المحور الرابع: مكانة الإنسان والمدد الإلهي. الإنسان اتخلق على صورة الله، يعني على مقتضى أسمائه وصفاته. عندنا سمع وبصر وحياة وإرادة، لكن الفرق إن صفاتنا محدودة، والله صفاته مطلقة. تخيل انت ماسك كشاف صغير ينور أوضة، لكن ربنا نوره ينور السماوات والأرض. انت نسخة صغيرة، صورة ناقصة، بس برضو وجودك شهادة على إن في مصدر أعظم. وده بيخلينا نعرف إننا في الآخر فقراء، وهو الغني. زي الموبايل اللي محتاج دايما شحن، الإنسان محتاج مدد، وبدون الاتصال بمصدره الله بينطفى. المحور الخامس: مشهد التوحيد وكشف الحجاب. هنا الدكتور بياخدنا لعالم أعمق. إنما الكون خيال،
وهو حق في الحقيقة. إزاي؟ تخيل حلم واقعي جدا أنت فيه، شايف ناس وأماكن، بس لما تصحى تكتشف إنه كان مجرد صور. الدنيا شبيهة بده، هي خيال محتاج تأويل، لكنها مش كذب، هي إشارة. العالم بالنسبة للغافل حجاب بيغطي المعنى، لكن بالنسبة للعارف هو باب بيوصل للحقيقة. وده يخلينا نفكر في حياتنا اليومية. ممكن تشوف مشكلتك مجرد أزمة ووجع دماغ، لكن لو فتشت هتلاقيها مرآة بتعلمك معنى الصبر أو معنى الثقة. هنا الحجاب بيتحول إلى كشف. المحور السادس، الحب الإلهي. الدكتور مصطفى محمود بينتقد الحب في معناه العصري: مسلسلات، أغاني، قلوب حمراء، وانبهار بالجسد. ده بالنسبة له مجرد صنم جديد. الحب الحقيقي ليه درجات. أولاً، الحب العنصري الجنسي، حب الجسد، ده مجرد بداية لكنه حجاب. 2، الحب الروحاني، حب شخص لذاته وروحه مش بس شكله. 3، الحب الإلهي، ده القمة، لما يشتعل الشوق مش لشخص بل لمصدر كل الجمال والوجود، لله نفسه. وهو ده السر: ما أحب الله إلا نفسه، لأن كل حب في الدنيا في النهاية بيرجع للمصدر الإلهي اللي خلقه. تخيل مثلا تحب الأغنية، تحب لحنها، لكن في الحقيقة أنت بتحب الانسجام اللي هو انعكاس لجمال أوسع. المحور السابع، المصير، رحلة الإنسان. الإنسان مسافر مع الأنفاس، كل شهيق وزفير خطوة في طريقه للآخرة. الموت مش نهاية، ده انتقال لمرحلة تانية، حياة برزخية شبحية زي النوم أو الأحلام، وبعدها قيامه ثم جنة أو نار. الجنة هنا مش مجرد بستان وفاكهة، لا، هي رمز للنعيم المطلق، لانسجام الروح مع الحق. والنار مش مجرد لهب، لا، رمز للاحتراق الداخلي بالبعد عن الله. وده يخليك تعيد حساباتك. انت ماشي في طريق طويل، مشوارك مش بينتهي بالتراب بل بيكمل لرحلة أوسع. الخلاصة: العجز عن الإدراك إدراك. في الآخر الدكتور مصطفى محمود بيقول: العجز عن درك الإدراك إدراك. يعني لما تعجز إنك تفهم ربنا بشكل كامل، ده في حد ذاته إدراك، لأنك عرفت إنك محدود وهو غير محدود. زي طفل بيحاول يفهم معادلات فيزياء معقدة، مجرد وعيه إنه مش قادر يفهم معناه إنه لمس حدود قدرته. وده جوهر السر الأعظم، أن تدرك أن هناك ما وراءك، وإن حياتك رحلة نحو المعنى، وإن كل ما في الكون إشارات لله. الدكتور مصطفى بينصحك إنك ما تغرقش في زحمة الحياة وتنسى تسأل أنا مين وليه هنا. لما تبص لنجاحك افتكر إنه مدد مش ذاتك. لما تقع في أزمة شوفها باب مش مجرد حجاب. لما تحب حاول تخلي حبك يرقى من الجسد للروح، ومن الروح للمصدر الأعظم. وافتكر دايما كلنا مسافرين، واللي فاهم الرحلة بيستعد مش بيتوه في محطة صغيرة. في الختام، السر الأعظم مش كتاب للطرف الفكري، ده دعوة لرحلة داخلية، رحلة من الظاهر للباطن، ومن الزحمة للمعنى، ومن الغفلة للوعي. ولو عجزت تفهم كل حاجة افتكر: العجز عن درك الإدراك إدراك. لو عجبتك الحلقة واستفدت منها، اعمل لايك واشترك في القناة علشان رحلتنا مع الكتب تكمل ونوصل المعرفة لناس أكتر. دعمك هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم لك أحسن محتوى. والسلام ختام.